متى يكتب الإنسان عند رب العالمين كذابا؟ هذا سؤال مخيف وسؤال مروع. أن الإنسان فلان ابن فلان يكتب عند رب العالمين فلان ابن فلان كذاب، أو فلانة بنت فلان كذابة. لو أن طفلا قال لإنسان يا كذاب فإنه لا يقبل، فكيف بمن يكتب عند ربه وخالقه فلان ابن فلان كذاب؟ متى يكتب الإنسان عند الله كذابا؟ استمع للحديث الصحيح، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالذي يصدق ويتحرى الصدق في أقواله وأفعاله وحريص على الصدق يكتب عند رب العالمين فلان ابن فلان صديق. والذي يكذب ويتحرى الكذب لا يبالي بالكذب، يكذب كل يوم عدة كذبات، هذا مع مرور الوقت يكتب عند رب العالمين فلان ابن فلان رجل كذاب، أو فلانة بنت فلان كذابة. فمن كان مبتلا بهذا الأمر بالكذب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل الآن، ويتحرى الصدق في أقواله وفي أفعاله، ويبتعد عن الكذب بجميع صوره وأشكاله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.